بند مهم جدا لازم تحطه سواء في عقد الإيجار أو في عقد التمليك. البند ده هيخليك تتجنب ان انت تدفع مبالغ اضافية على مبلغ الشقة بعد ما تشتريها وتدفع تمنها. ايه البند ده؟ تابع الفيديو معايا للاخر علشان تعرف كل التفاصيل. ناس كتير جدا بتروح تشتري شقق وبعد كده بتتفاجئ بحاجة غريبة جدا، وهي ان في مشاكل على العقار، سواء في عليه فواتير كهرباء او فواتير مية او فواتير غاز او تصالحات او ايا كان نوع الالتزام المالي اللي موجود على العقار. ففي الحالة دي حضرتك انا برجح ان حضرتك تستعين بمحامي في كل الاحوال عشان يصيغ لك العقد صياغة قانونية سليمة. طيب ايه هو البند المهم اللي انت لازم تضيفه في العقد؟ ان حضرتك هتكتب بند صريح في حالة وجود اي عوائد او ضرائب او فواتير سواء كانت كهرباء او مية او غاز او غيرها او تصالحات او اي شيء او اي التزام ايا كان نوعه قبل كتابة هذا العقد يلتزم به المالك او المؤجر، علشان ما تلاقيش نفسك ان انت مؤجر الشقة وتلبس في مبلغ، او تلاقي نفسك مشتري الشقة تلبس في مبلغ فوق ثمن الشقة. فولو لايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة.